في قلب مدينة الزقازيق في مكان مش مجرد جامع، ده حكاية تاريخية عايشة معانا بقالها 194 سنة. الجامع الكبير اللي أمر ببنائه محمد علي باشا سنة 1832 هو أول مسجد يتبني في المدينة، ومكانه مميز جدا لأن هو قدام قناطر التسعة على بحر مويس. الجامع ده ما كانش بس للصلاة، ده كمان كان شاهد على تعب وبنى العمال اللي شقوا القناطر دي، وعلشان كده ارتبط اسمه بالتنمية وكمان الخير. المسجد مبني على التراث العثماني، وكمان في مئذنة طولها حوالي 30 متر منحوتة من الحجر الطبيعي، كل ده بشكل يخطف العين. ومن جوه في 8 أعمدة رخام فخمة، وكمان منبر أثري اتنقل مخصوص من القاهرة. الناس في الزقازيق ليهم معاه ذكريات كبيرة جدا، وكمان روحانيات ما بتخلصش خصوصا في رمضان، وأيضا احتفالات المولد النبوي اللي بتملى المكان بهجة. والخبر الحلو كمان إن وزارة الأوقاف ناوية تبدأ فيه أعمال تطوير قريبة علشان يفضل الجامع الكبير منارة للجمال والروح والوعي كمان في محافظة الشرقية.